في يوم وليلة سعر الدهب في مصر طالع 20 جنيه، والناس كلها بقت بتسأل هو ايه اللي بيحصل؟ وليه عيار ال21 بيقرب من سعر 5000 جنيه؟ هل ده وقت مناسب اشتري فيه ولا استنى شوية السعر يهدى ولا ابيع لو عندي شوية دهب متخزن؟ الفيديو ده هيفرق معاك جدا، لانه مش بس تحليل، دي خطة كاملة لازاي تتصرف في السوق المجنون ده. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكمل بقى معايا الفيديو لغاية الآخر، ما تفوتش فيه ولا ثانية، واعمل بقى اللايك الجميل عشان الفيديو دوت يوصل لعدد كبير من الناس وكل الناس تستفيد. وطبعا لو ما اشتركتش في القناة يلا بقى اشترك في القناة علشان يوصل لك كل جديد. طيب تعال احكي لك الأول ايه اللي بيحصل. اللي حصل بالظبط اننا شفنا في يوم واحد ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب، خصوصا عيار ال21 اللي هو أكتر عيار بيتعامل بيه المصريين. السعر طلع من 4800 جنيه ل 4830 جنيه، واحيانا اكتر حسب المحل والمنطقه اللي انت بتشتري منها، وده طبعا من غير المصنعيه. يعني في المحلات السعر ممكن يعدي ال 4900 جنيه بكل سهوله. طيب ليه السعر بيزيد كده فجاه؟ في اكتر طبعا من سبب، وكل واحد منهم لوحده كفيل يرفع الاسعار، فما بالك بقى كلهم لما يجوا مع بعض. أول سبب هو إن الدولار عالميا بقى أقوى، وكل ما الدولار بيزيد الذهب بيغلى لأنه بيتقيم بالدولار. وتاني حاجة الأحداث السياسية العالمية زي الضربات الجوية اللي حصلت في الشرق الأوسط، والناس بقت خايفة فبتروح للذهب كملاذ آمن. وتالت حاجة وده الأهم في مصر، إن في ضغط كبير على الشراء من الناس كتير دلوقتي بتشتري ذهب بدل ما تسيب فلوسها في البنوك، خصوصا مع التضخم وعدم الثقة في العملة. طيب هل الارتفاع ده هيستمر؟ وهل عيار ال21 فعلا ممكن يعدي سعر ال5000 جنيه؟ خليني اقول لك بصراحة وارد جدا، ومش مجرد كلام، دي توقعات محللين اقتصاديين كبار. قالوا انه لو استمر التضخم وفضل الدولار يضغط، الذهب في مصر هيكسر حاجز ال5000 جنيه في شهور قليلة. يعني ممكن قبل نهاية الصيف نشوف الاسعار بتقرب من 5100 جنيه او حتى 5200 جنيه لعيار ال21. طيب نشتري ولا نبيع؟ سؤال مهم جدا ومفيش إجابة واحدة تنفع للجميع، فخلينا أديلك كذا سيناريو. أول حاجة، لو أنت ناوي تشتري شبكة أو هدية يبقى اشتري دلوقتي، لأن كل يوم في احتمال زيادة. والسيناريو التاني إنك لو ناوي تستثمر استنى بقى النزول شوية أو الهبوط في الأسعار، أو اشتري على مراحل. يعني لو معاك مبلغ كبير ما تشتريش كله مرة واحدة. والسيناريو التالت، لو عندك دهب وبتفكر تبيعه راجع هدفك. لو مش مضطر للفلوس استنى شوية واحتفظ بالدهب اللي معاك، لأن ارتفاعات تانية ممكن تحصل قريب جدا إن شاء الله. خد بقى النصيحة دي من القلب، الدهب مش بس سعر بيتحرك، ده كمان قرار نفسي. في ناس بتشتري لما السعر يعلى وده غلط، وفي ناس بتخاف تشتري لما السوق يتحرك بسرعة وده برضو غلط. اللي بيفرقك عن أي حد تاني كمشتري ذكي انك تبقى عارف امتى تشتري وامتى تستنى. ولو انت حاطط خطة طويلة المدى 6 شهور او سنة يبقى مفيش مشكلة انك تشتري دلوقتي حتى لو السعر غالي شوية. لو انت بتسأل نفسك ازاي اشتري وايه احسن حاجة اشتريها، هل السبائك ولا المشغولات، عايز اقولك ان دوت سؤال عبقري. لو انت عايز تستثمر وتكسب على المدى الطويل اشتري سبائك او جنيهات ذهب، لان المصنعية فيها قليلة. اما لو حضرتك ناوية تلبسي الذهب ده او انت ناوي تجيب هدية لحد يبقى المشغولات انسب، بس خلي بالكم من المصنعية لانها بتتخصم اول ما تخرج من المحل. طيب لو قلتولي كده ايه توقعاتك الشخصية لاسعار الذهب، عايز اقول لكم انا شايف ان الاتجاه العام في صعود. لو حصل اي هبوط هيكون مؤقت وبعدها يرجع السعر يطلع تاني. يعني لو نزل 20 جنيه او 30 جنيه هيكون مجرد تصحيح مش انهيار يعني في السعر. طيب الفضة، ناس كتير نسيت الفضة، بس الحقيقة ان سعرها كمان بيتحرك، بس الفرق هنا انها بطيئة شوية عن الذهب ومش بنفس القوة في الزيادة. لكن لو انت بتدور على استثمار صغير بمبلغ قليل، الفضة ممكن تكون حل كويس. تعال اقولك على خطة سريعة. لو حابب تشتري ذهب اعرف هدفك كويس، هل انت عايز تستثمر ولا ناوي على جواز ولا تحتفظ بقيمة الفلوس اللي معاك وتشتري بيها ذهب. وتاني حاجة تحدد ميزانيتك، وتالت حاجة تتابع السوق كل يوم، ورابع حاجة بقى اشتري بالتدريج لو خايف من تقلب الأسعار، وخامس حاجة تعملها انك تشتري من مكان موثوق، تبقى معاك فاتورة مختومة ومواصفات الحاجة اللي انت اشتريتها تكون واضحة جدا في الفاتورة. عايز اقولك ان الذهب مش مجرد جرامات بتتوزن، دي قرارات مالية بتأثر على مستقبلك. لو وصلت معايا لحد هنا فانت واحد من الناس اللي بتفكر صح، وده في حد ذاته استثمار. قولي بقى في الكومنتات تتوقع الدهب يوصل كام قريب؟ شايف الوقت ده مناسب للشراء ولا للبيع؟ وايه رأيك في فكرة السبائك بدل المشغولات؟
وما تنساش بقى اللايك والاشتراك. عايزك بقى كمان تتابع الفيديوهات الجديدة ان شاء الله، ونتقابل انا وانت بإذن الله قريب جدا، ويلا سلام.